جايكم زعيم اسيا، جايكم معذب اسيا وكبرها، نادي العين اللي له صولات وجولات، جايكم واتقوا شر الحليم اذا غضب واعتبروا من الاسبقين. شوفوا الانديه اللي فزنا عليهم اخذناهم رايح جاي رايح جاي. فلذلك بنحبكم قوي والله يا اخواننا وحبايبنا اهل مصر، مصر الحضاره، مصر التاريخ، مصر المرجله. ولكن 90 دقيقه داخل المستطيل الاخضر، 90 دقيقه داخل المستطيل الاخضر، وديني وما اعبد. ايه ده الوضع مسمخ روس وديني ما تفوز. بكلمك صوتك وصل لجمهورك. يلا عايز الاهلي بالسكورات يديك، ما تسال اللي قبليك. المشكله يا جدعان ان احنا قلنا ده الجمهور الوحيد اللي هياخد درس من كل مشجعين فرق اسيا اللي لعبناها. ده احنا ما فيش فريق في اسيا لعبناه الا لما صبحنا عليه بسكور كده على الواقف. مبدئيا كده يا جدعان ابتدينا بالهلال السعودي، الهلال السعودي كسبناه 4-0 في كاس العالم للانديه وخدنا البرونزيه على حسابه. تاني حاجه الدحيل القطري اللي كان منظم بطوله كاس العالم للانديه في قطر قبل كده، اول ماتش لعبناه وصعدنا على حسابه بجون حسين الشحات. نفس نبره جماهير الاتحاد السعودي في الماتش بتاع كاس العالم للانديه اللي فات، وطلعوا قالوا هناخد حقك يا هلالي، وفي الاخر خدناهم 3 على الواقف. الحاجه الاخيره بقى ان اوراوا الياباني حتى اللي هو كان واخد دوري ابطال اسيا تقريبا على حساب الهلال السعودي وصعد، احنا برضو كسبناه وكسبناه برضو على الواقف وخدنا البرونزيه على حسابه. الفرق الاسيويه ديت اصلا بتجي لنا كاس العالم للانديه عشان نعمل تاريخ على حسابها، عشان ناخد برونزيه على حسابها. انت ليه ما اتعلمتش الدرس؟ اللي انا عايز اقوله لك اللي انت معديه انا مستنيك في اللي بعديه. لا وبيستحلف لنا، للاسف احنا ما بردش غير في الملعب.